السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله تعالى غادي نحاولوا نتحدثوا على غيكون هذا الفيديو عبارة عن تتمة للفيديو السابق او الفيديوهات السابقة. تحدثنا على الشق المتعلق يعني بالمهام ديال الملحقين التربويين او المختصين التربويين. في الفيديو اللي داز كنا تحدثنا فيه على المهام والاختصاصات ديال الادوار والاختصاصات ديال المؤسسات ديال التربيه والتكوين العمومي. في هذا الفيديو ان شاء الله في الفرع الثاني غادي نتحدثوا على المهام والاختصاصات ديال الملحق التربوي او ديال المختص التربوي. الاطار اللي عندنا هو النظام الاساسي الخاص بموظفي التربيه والتكوين بطبيعه الحال التربيه الوطنيه. غادي نحاولوا يعني بالنسبه لهذه المراجع اللي ما عندكمش تواصلوا معايا، غادي نخلي لكم الرقم في الديسكريبسيون باش انكم تواصلوا معايا ونصيفط لكم ان شاء الله هذه المراجع. يعني بالنسبه للماده 67 من النظام الاساسي الخاص بموظفي وزاره التربيه الوطنيه كتقول لك ودي يقوم الملحق التربوي او الملحقين التربويين من جميع الدرجات تحت الاشراف، ركز معايا على هذه كتحط في الامتحان، تحت اشراف الهيئه ديال الاداره التربويه واطر هيئه التدريس، بالمهام ديال دعم العمل التربوي المتمثلة في ماذا؟ في تحضير المختبرات وتسيير ديال الآلات السمعية والبصرية والمعلوماتية. المهام ديال التوثيق وكتشمل لنا التسيير والتنشيط ديال المكتبة المدرسية. المهام ديال الحراسة التربوية وكتشمل لنا كذلك مساعدة الأستاذ على الإنجاز ديال الدروس التطبيقية والتمارين ديال الدعم والحراسة ديال الفروض، وكذلك الحراسة ديال الساحة أثناء الاستراحة وأثناء الدخول وأثناء الخروج. أولا غنتحدثوا على التحضير ديال المختبرات. كما كتعرفوا بعدا قبل ذلك الملحق التربوي كينقسم لجوج ديال الأنواع كما شرحت في الفيديو الأول. عندنا الحراسة والتوثيق، ثم عندنا تحضير المختبرات. تحضير المختبرات كيدفعوا ليه الناس العلميين، الناس ديال الفيزيك والناس ديال لي سي في تي علوم الحياة والأرض. والحراسة والتوثيق جميع الإجازات، القانون، لي سي في تي، العربية، جميع الإجازات كيدفعوا ليه. يعني أولا تحضير المختبرات والتسيير ديال الآلات السمعية والبصرية والمعلوماتية. أولا تحضير ديال المختبرات، حاولت أنني نسرع في هذا الفيديو هذا لأنني يعني غنحاول نذكر لكم باختصار شديد على أنني غنزيد نصيفط لكم يعني المراجع باش تراجعوا مزيان. عندنا أولا تحضير المختبرات شنو فيه؟ في أولا إعداد ديال التجارب، دوك التجارب اللي كيدير الأستاذ كيعاونوا هذا المختص التربوي بناء على التعليمات ديال الأستاذ في الدفتر اليومي. كيكون واحد الدفتر كيكونوا فيه التعليمات ديال الأستاذ، الوضع ديال الأدوات المطلوبة في القاعة ديال الدروس قبل البداية ديال الدرس، الفحص ديال الأدوات، كيشوف الأدوات واش خدامين، داك الداتاشو واش خدام، البيسي كذا إلى غير ذلك. مساعدة أو إعانة الأستاذ أثناء الدرس بطبيعة الحال عند الطلب إلى غير ذلك. بعد الانتهاء ديال الدرس دوك الوسائل اللي خدم بهم الأستاذ، دوك لي ماتيريال اللي كان خدام بهم الأستاذ كيهزهم هذا المختص التربوي كيديهم يعني للبلاصة ديالهم، والتأكد من عدم الضياع ديالهم، وكيرتبهم وكينظمهم إلى غير ذلك، كيمسحهم كيقدهم مزيان. إلا كان شي وحدة متضررة كيحيدها وكيدير عليها واحد التقرير إلى غير ذلك. ثانيا قلنا أولا تحضير المختبرات، ثانيا تسيير ديال الآلات السمعية والبصرية. شنو فيها؟ فيها القيام بنفس الأعمال فيما يتعلق بهذه الآلات السمعية والبصرية والمعلوماتية، الإعداد ديال المعدات والتركيب ديالها، كيعاون الأستاذ كما قلنا أثناء الدرس وكيتحكم في الآلات والمعدات، النقل ديال الآلات بعد الانتهاء منها إلى غير ذلك. ثم عندنا المهام المتعلقة بالتوثيق والأرشفة، وكتشمل لنا التسيير والتنشيط ديال المكتبة المدرسية، ترتيب دوك الكتب والمستندات كيحاول أنه يرتبهم ويقدهم مزيان. عندنا كذلك المحافظة على الكتب والسهر على الصيانة ديالها، كيحاول دوك الكتب اللي كاينين في المكتبة كيصنفهم مزيان، هاد الكتب ديال مثلا ديال التاريخ، على كتب ديال القانون مثلا على سبيل المثال، الكتب ديال كذا الى غير ذلك. لان التلميذ ملي كيبغي او كيحتاج واحد الكتاب كيمشي ليه ديريكت، يعني كيحدو بلا ما كيعاود ثاني كيخربق داك الشيء الى غير ذلك. تحرير
وتجديد ديال القوائم ديال الكتب إلى غير ذلك. عندنا كذلك يعني الإرشاد ديال الطلبة والتلاميذ في البحوث ديالهم. ملي كيجينا واحد التلميذ عنده واحد البحث أو واحد العرض معين، كيخصك تريح معاه أنت كمختص تربوي، تشرح ليه هو الموضوع ديالك أو تبروبوزي عليه واحد الموضوع معين، اشنو خصك دير، اشنو الأمور اللي خصك ديرها، الإشكالية اللي خصك دير، ها هو التصميم أو خطة البحث إلى غير ذلك. ثانيا أو إغناء الخزانة، كيحاول يقلب على الكتب اللي مزيانة باش يجيبهم من الخزانة إلى غير ذلك. إعارة الكتب والضمان ديال الإرجاع ديالها. ملي كيجي واحد التلميذ كيقول لك أنا بغيت كتاب دي معايا للدار، كيخصك تعطيه داك الكتاب ولكن خصك تضمن أنه غيرجعو ليك. التنشيط داخل المدرسة من خلال أنه كينظم زيارات وكينظم معارض ديال الكتاب، وكذلك يعني كينظم يعني الأيام الاحتفالية، مثلا اليوم الوطني مثلا للبيئة، اليوم الوطني مثلا دوك الأسابيع الثقافية إلى غير ذلك. ثم ثالثا عندنا المهام ديال الحراسة التربوية. قلنا كاين حتى تحدثنا على المهام ديال التوثيق والمهام ديال التسيير ديال دوك الآلات السمعية والبصرية. تحدثنا على المهام ديال تحضير المختبرات. دابا غنتحدثوا على المهام ديال الحراسة والتوثيق، وتشمل مساعدة الأستاذ على الإنجاز ديال الدروس التطبيقية والتمارين ديال الدعم كتعاونوا فيه باعتبارك أنت كملحق تربوي. الحراسة في الفروض والامتحانات المختلفة. طبعا هذا الشيء اللي كنقول يعني من ناحية نظرية، من الناحية التطبيقية شيء آخر. الحراسة ديال الفروض والامتحانات المختلفة بحال دوك الامتحانات التجريبية إلى غير ذلك. الحراسة ديال الساحة كما قلنا أثناء ديال الاستراحة والدخول، وكذلك أثناء الخروج. ملي مثلا كيكونوا التلاميذ في الاستراحة كيخصك تحرص عليهم، تشوف ياك ما كاين شي تلاميذ كيتخاصموا، ياك ما كاين شي تلميذ فيه شي حاجة ماشي هي ديك شي مريض أو كذا إلى غير ذلك، ترد ليه البال. الحراسة ديال التلاميذ أثناء الغياب ديال الأستاذ. ملي كيكون الأستاذ غايب مثلا كيخصك أنت كمختص تربوي أو كملحق تربوي أنك مثلا ملي كيكون مثلا كاين مثلا الشتاء وما خصكش تخليهم أنهم يخرجوا على برا، كيخصك في هذه الحالة هذه أنك تحرسهم في القسم أثناء غياب الأستاذ. عندنا كذلك تنظيم ديال الندوات وتنشيط دوك بحال الندوات ديال التوجيه إلى غير ذلك. وكذلك التنشيط ديال الأندية التربوية. كما كتعرفوا يعني في المؤسسات ديال التربية والتعليم كيكونوا عندنا أندية، نادي ديال الرسم، النادي ديال الرياضة إلى غير ذلك. كذلك المهام ديالو عندنا التنظيم ديال مختلف ديال الحملات ديال الإعلام والتوجيه التربوي. مثلا في الآخر العام كتكون واحد الندوة ديال مثلا أو الأيام المتعلقة بالتوجيه كيكونوا في المؤسسات. ثم بعد ذلك الإدخال ديال النقاط ديال المراقبة المستمرة والامتحانات. ملي كيسالي الأستاذ كيعطيك النقاط، كتحاول أنت كتدخلهم في النظام ديال المتعلق بالامتحانات اللي هو النظام ديال المسار، كتحاول تدخل فيه يعني كتحاول تدخل فيه هاد النقاط. إلى هنا نكون انتهينا من هذا الشرح هذا. على أمل إن شاء الله في الفيديو الجاي غنحاولوا نتحدثوا على المجال الثاني، التدبير الإداري للمؤسسة ديال التربية والتعليم العمومي، خاصة الفرع الأول. غنتحدثوا على شنو هو التنظيم الإداري بالمؤسسة ديال التربية والتعليم العمومي، باش كتكونوا هاد المؤسسات هادو. حتى لهنا نضرب لكم موعد إن شاء الله في الفيديو الجاي.